السلام عليكم، الاخبار رجاله عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا بيكم في قناه اخوك احمد اللول تيوب. قبل اول حاجه يا صاحبي، يعني ايه، صلي على النبي عشان تاخد ثواب وانا اخد ثواب عليه افضل الصلاه واتم التسليم. الاهلي خد الجداره والاستحقاق والزمالك والبنا وراح بيهم ورا مصنع الكاس. روق عليهم. الاهلي يا جدعان بيفوز على الزمالك 7-1. 7-1. اه يا اسطى، 7-1 في الدور الاول، 3 والدور الثاني. احنا بنجمعهم، احنا بنجمعهم. اقول لك على حاجه، كولر فاز على الزمالك 9-1. لعب معاهم 3 ماتشات 9-1. انت فاهم؟ وبعدين يا اسطى يعني يعني جو بلا هزيمه. اقوى هجوم 58 جون، اقوى دفاع 8 اهداف دخلت مرمانا، حتى الجون اللي انت جبته ضربه جزاء. وزيزو برضه، اللي هو فاهم انت، وكل ده في 30 مباراه بس. لسه في 4 مباريات. انت فاهم ازاي؟ غير ان البنا، يعني ميدو قبل المباراه بيقول للبنا نفسي البنا ينسى انتمائه ويحكم. يا عم انتمائه ايه؟ كان الراجل لغى لنا ضربه جزاء في الدور الاول قصاد بيراميدز. والماتش ده بتاع الزمالك دوت ضربه جزاء واضحه جدا للاعمى، لغاها برضه. ورغم كده الاهلي فاز في الماتشين عادي، ما عندهاش مشكله. كولر بقى اللي بيعمله ده عظمه. كولر يعني مش هيلاعب غير، مش هيوقفه غير السيتي. الراجل جوارديولا غير كده ما حدش يعرف يوقف كولر يا جدعان، لان لقاء الساعات لا في مصر ولا في افريقيا. طبعا بقى اللي الشناوي مسك الولد زيزو على جنب كده، قال له بقول لك ايه يا زيزو، لقطه كلنا شفناها طبعا. بقول لك ايه يا زيزو، انت تطلع الدنمارك. تطلع الدنمارك وتركب الكوبري بتاع الدنمارك وتيجي، لان مش نافع. انت كده اقسم بالله. في زملكاويه اصحابي قالوا احنا مش هنشجع الزمالك تاني غير لما مرتضى يخرج من الزمالك نهائي. مبوظ الفرقه حرفيا. طبعا لان احنا مش عارف سوري شغال يكتب. بتكتب ايه يا عم؟ بتكتب ايه يا اسطى؟ بتكتب ايه يا اسطى؟ انا يعني ايه اللي تكتبه؟ انا سالت ناس مقربين منه، عرفت انه كان بيعمل اوردر بطاطس زنجر ومش عارف ايه وحاجات زي كده. هو ده اللي كان بيكتبه. فاهم؟ اكيد مش بيكتب حاجه ليها علاقه بالمباراه، يعني ما شفناش حاجه. على الجانب الثاني يا جماعه، الزمالك بيوعدنا وبيوعد كل جماهيره ان هو لسه شايل لنا شويه ضحك جامدين كده في البطوله العربيه. شويه ضحك هيبقوا موت في البطوله العربيه. على اللي احنا شايفينه ده هيبقى فيه، يا في موت في البطوله العربيه مش ضحك. مدحت شلبي بقى ايه؟ انا طبعا بحب الراتح بتاعه، بس هو ساعات لما انت بتبقى فايز بقى والدنيا مظبوطه بيبقى الراتح بتاعه ليه معنى، زي بيبو وبشير كده. مسك الراجل جاب شلل. جاب شلل لاي حد زملكاوي بيتفرج. وحسين الشحات مليونير ومش عارف بتكتب ايه يا اوسوريو. اللي ذاكر ذاكر. هو صراحه مع حق، والله مع حق. اللي ذاكر ذاكر يعني. انت اشتغلنا، تشتغل الناس بالكتاب. انا قلت لك اول اختبار حقيقي ليك وللطريقه بتاعتك المتخلفه ديت، الطريقه اللي فيها شوارع ورا دي، اول اختبار ليك هيبقى مع الاهلي. ادي النتيجه. اصبر بقى، النصر السعودي بقى هيشلوحك خالص بقى. بعدين يعني مش عارف انا، انت يعني انتوا كنتوا مستنيين ايه يا جماعه؟ اقسم بالله انا كنت متخيل ان السيناريو ده، بس انا قلت 3-0. انا قبل الماتش حتى لو انت متابع القناه عندي انا قلت 3-0. 4-1 مش مشكله، هي تعتبر 3-0 يعني. كولر جاب 4، موسيماني جاب 5، جوزيه جاب 6. اجيب واحد تاني يزمطك السبعه كده. انت ما فيش يا اسطى. انت ما ولسه امام بقى، ولسه مصطفى، الله على مصطفى فتحي. واحلى واحد النهارده في المباراه كان كهربا على فكره. تحركات وسبرنتات، والولا حتى من ماتش الاتحاد اللي فات الولا عامل شغل عالي. فالله المستعان صراحه. طبعا على الجانب الاخر بقى يعني هنتكلم شويه عن الناس اللي بتصارع على الهبوط. عندهم النهارده مباريات في منتهى الاهميه. اسوان والداخليه هيفرموا بعض. بيراميدز هيلاعب طلائع الجيش عنده 36 نقطه طلائع، والبنك الاهلي هيلاعب فيوتشر عنده 36. البنك الاهلي حرس الحدود بقى يوم الجمعه هيلاعب غزل المحله عنده 33. اللي هيكسب ده اخر مباراه هيفلت. اللي انا نفسي عن نفسي اسوان يقعد، نفسي المحله يقعد. لا انا بحب البنك الاهلي ولا بحب الداخليه ولا بحب طلائع الجيش من الاخر. دول فرق ما لهمش جماهير. اللي يقعد فرق جماهيريه عشان يبقى الدوري ليه معنى. وطبعا الحمد لله ان الاسماعيلي كمان قعد. على الجانب الاخر برضه في نقطه مهمه، ايقاف قيد النصر السعودي. بص السبب بقى، عشان في مستحقات للاعبين. امال انتوا يا اسطى ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا اسطى؟ بتشتروا لعيبه ليه؟ طبعا في النهايه يا صاحبي ما تنساش اشتراك في القناه وتدعمنا عشان نستمر.
قرعة كأس العالم يا جدعان اللي جاية نزلت. منتخب مصر تصنيف أول، أقسم بالله لو ما صعدنا المرة دي يا صلاح يا نني يا تريزيجيه يا أي بني آدم هاخد صحابي ونروح نلعب احنا بمنتخب مصر. معلش ده انت حطك على راس مجموعة، وأول مجموعة يصعد معاك مين بقى؟ ما معاكش، مفيش فرقة معاك. معاك مين؟ معاك بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. ها لوك لوك بقى وغباء وتضييع وتتعادل لي مع ده. مش عايزين قرف، مش عايزين حسبة، احنا مفيش تلكيكة، موضوع خلصان. نشوف بقى.